السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكل متابعي قناة كويزين نظرية. فيديو جديد ووصفة جديدة على القناة. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية. وصفة أخرى غادي تكون سهلة وبسيطة كيف ما عودتكم دائما، ومع حلويات عيد الفطر المبارك. غادي نبدأ معكم بأولى الوصفات اللي غادي تكون حلوة الخليط الشمالية، حلوة سهلة بمكونات بسيطة والنتيجة أكثر من رائعة. حلوة اللي كتذوب في الفم بكل ما في الكلمة من معنى. غادي نشاركها معكم بمقادير مضبوطة، نتمنى تنال إعجابكم. ما تنسونيش من الاشتراك ومن تفعيل الجرس. والآن غادي نخليكم مع الوصفة وفرجة ممتعة. ولتحضير حلوة الخليط غادي نحتاجو للمقادير التالية. عندنا 250 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، كاس مع مرش ديال السكر، كاس ديال الزيت القياس بالكاس ديال العنبة، 120 غرام ديال الجنجلان محمر، 80 غرام ديال الزبيب مقطع، 100 غرام ديال اللوز مهرمش، 2 حبات ديال البيض بحرارة المطبخ، 2 أكياس ديال الخميرة الكيماوية وزن 7 غرام، كيس من سكر الفانيلا للتنسيم. عندنا الدقيق حسب الخليط، وغادي نحتاجو في الاخير السكر الثقيل باش غادي نفندو الحلوه. ندوزو الان للطريقه ديال التحضير. وعلى بركه الله في قصريه كنوضع الزبده هي الاولى وكنقسمها لمربعات باش هكا تسهل عليا الخدمه ديالها، وكنضيف عليها السكر وسكر الفانيلا، وكنبدا كنخدم في الزبده مع السكر حتى نتحصل على واحد الخليط كريمي. ومن بعد ما خدمت الزبدة مع السكر جيدا، الآن غادي نضيف الزيت وغادي نستمر في الخلط حتى غادي تداخل هاد الزيت مع الزبدة والسكر. هكذا كنكون تحصلت على واحد الخليط اللي هو كريمي متجانس. غادي نضيف عليه البيض ونستمر في الخلط حتى يتداخل هاد البيض بدوره مع السكر والزيت. والآن غادي نضيف الفواكه الجافة اللي هما اللوز والزبيب والجنجلان، ممكن نضيفو حتى الجوز إلا كان متوفر. غادي نضيف هاد الفواكه الجافة باش من بعد غادي نضيف الدقيق بالتدريج والخميرة. كنبدا كنضيف الدقيق بالتدريج وانا كنجمع في العجينه ديالي، ثم من بعد غادي نضيف الخميره الكيماويه ونستمر في اضافه باقي الدقيق. كنجمع العجينه ديالي وعيني ميزاني. العجينه خصها تجي رطبه ما تكونش قاصحه. هذا علاش قلت لكم في الاول الدقيق حسب الخليط، لانه كاين دقيق اللي كيتشرب بسرعه وكاين اللي العكس. هذا علاش ديما كنبقاو حاضيين حتى كنتحصلوا على القوام ديال العجينه اللي بغينا، القوام المرغوب فيه اللي غادي تشوفوه معايا، عجينه اللي كتجينا رطبه. هكذا كنكون تحصلت على كره من العجين، عجينه اللي بمجرد ما كنقيسوها بصبعنا كنحسوا بها رطبه، والتشكيل ديالها كيكون سهل سواء بالطريقه اللي غتشوفوا معايا او بالطريقه الكلاسيكيه، بحيث اننا كنشكلوها بشكل كويرات وكنطبعوها بالطابع المعروف ديال حلوه الخليط اللي كيكون بشكل مروحه. فرشت الورق ديال الطهي فوق سطح العمل، ممكن تعوضوه بالبلاستيك، وقسمت العجينه ديالي لجزئين. كناخذ كره من العجين وكنوضعها فوق هذا الورق وكنطلقها بالدلاك. الدور ديال هذا الورق او البلاستيك كيساعدنا باش اننا نزولوا الحلوه بسهوله فاش كنطبعوها بالطابع. انا اختاريت انني نطبع الحلوه ديالي بهذا الطابع. نتوما بامكانكم تطبعوا باي طابع عندكم، كيف قلت سابقا بامكانكم تطبعوها بالطابع ديال المروحه بحيث انكم كتشكلوها بشكل كويرات وكتطبعوها بالطابع المروحه. كيف ما ممكن كذلك تنقشوها بالمنقاش ديال حلويات اللوز، كيف ما بامكانكم كذلك تطبعوها بالطابع ديال حلوه التمر. لكم حريه الاختيار. نطبع العجينه ديالي ونكمل معكم. من بعد ما طبعت العجينه ديالي بالطابع المربع كيف ما شفتوا معايا، الان كناخذ هذا الطابع الدائري وغادي نطبع فوق كل طبعه في العجين باش هكا كنتحصل على واحد الشكل
كيف ما غتشوفوه معايا. وهكذا وبهاد زوج طوابع كنكون تحصلت على هاد الشكل اللي كتشوفوا امامكم، شكل اللي اكثر من رائع. حتى فاش كيدخل الفران كيبقى محافظ على الجماليه ديالو. غادي نستمر في عمل باقي العجين ونتلاقاو من بعد. خديت صينيه ديال الفران وفرشتها بورق الطهي، غادي نوضع فيها الحلوه اللي عندي واجده باش ندخلها للفران ونكمل باقي العجين. اصلا ما بقاليش بزاف ربحا للوقت. الفران ديالي مشعول من تحت ومن فوق، عندي فرن كهربائي. طبعا كل وحده كتعرف قياس فرانها. غادي ندخل الحلوه ديالي ونخليها طيب بلا ما تحمر بزاف، لانه غادي نفندوها في السكر الثقيل. ندخلها الفران ونتلاقاو باش نشوفوا المرحله المواليه. الحلوه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران كتجينا بهذا الشكل. غادي نفندها في السكر الثقيل، وكيف ما كتشوفوا معايا كتبقى محافظه على الشكل ديالها. تفندوها في السكر الثقيل، او ممكن تاخذوا مصفات ديال القهوه وترشوها فقط الا ما بغيتوش تاخذ معكم بزاف ديال السكر. وهذا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي في طبق التقديم. حلوه اللي كتجي اكثر من رائعه، حلوه بمقادير بسيطه في المتناول وبكميه وفيره، حلوه من الزمن الجميل. وهنا للاشاره نسيت ما قلتهاش في المقطع اللي من قبل، خليوها تبرد مزيان عاد فندوها في السكر الثقيل. نتمنى تجربوها وتشاركوني تجاربكم من خلال الحسابات ديالي على مواقع التواصل. حساباتي كلها باسم كويزين نظرية، لا في الانستغرام ولا في التيك توك ولا في الفيسبوك. هكذا كيكون الفيديو ديالي وصل للنهاية. حلوة اللي تنفع في الأعياد وفي الأيام العادية. ممكن تستعملوا نصف المقادير، كتبقى الكمية معقولة ولا بأس بها. هكذا كيكون الفيديو ديالي وصل للنهاية. استودعكم الله إلى وصفات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.